هنا دلوقتي انا كسيلز او مستشار عقاري، دلوقتي انا شغال على 7 8 مشروعات مع ديفلوبرز. كل مشروع فيه مميزات معينه، ليه عيوب معينه، ليه فلوس معينه. ولكن دلوقتي انا كمستشار عقاري او كسيلز انا ببص رقم واحد كمصلحتي الشخصيه، ايه العائد اللي هيعود عليا از ROI. فانا هنا بالتالي لو انا شغال على 8 بروجكتس، فانا هختار اكتر 3 هاخد منهم كوميشن او عموله، او هشوف ايه العائد عليا حتى لو كان العائد ده معنوي مش مادي بشكل ما، وهشتغل عليهم وهكون بوجه الكلاينت اللي معايا للثلاثه بروجكت دول. هل ده صح ولا تنصحهم بايه لكل حد شغال مستشار عقاري؟ لا طبعا مش صح ان انت تبص على مصلحتك الشخصيه وتيجي على مصلحه اللي قدامك. ده اكيد يعني انعدام ضمير. بس خليني اقول لك على حاجه، في كل مهنه بيكون في الفاسد وبيكون في الصالح. يعني خليني اقول لك، دايما ممكن نسمع عن محامي فاسد، دكتور فاسد، مهندس فاسد، عمل عماره والعماره دي لا قدر الله حصل فيها مصيبه، دكتور ما عالجش المريض كويس او ضغط على المريض عشان يخليه يعمل عمليه هو ما كانش محتاجها، او يصرف له ادويه كتير هو ما كانش عايزها. يعني كل مكان فيه الحلو وفيه الوحش. طيب النهارده انا بنصح العميل الاول النصيحه دي: انت تتعامل مع شركه، تتعامل مع كيان. ليه المفروض تتعامل مع شركه ومع كيان؟ غالبا الشركات والكيانات بتخاف على اسمها وعايزه اسمها يكبر في السوق. ده عن طريق ان عايزه تأدي خدمه ممتازه للعميل بتاعها. طيب الخدمه الممتازه دي رقم واحد فيها انها تكون خدمه فيها نزاهة. النزاهة دي هو إنه بيقول الحق، يعني يسمع منك ويشوف طلبك إيه، وفي الآخر ممكن يوجهك لأقل مشروع عمولة بالنسبة له. طيب هو بيعمل كده ليه؟ هل عشان هو فقير مش بيحب الفلوس؟ أكيد لا، هو بيحبها جدا، بس بيحب برضه الحفاظ على اسمه. عايز حضرتك كعميل بعد ما تسمع منه وبعد ما تشتري معاه ترشح تقول الراجل ده اختار لي الأفضل ليا. بعض البروكر بينصح عملائه احيانا انه ما يبقاش قايله دلوقتي. ليه؟ لانه شايف ان هيحصل موجه جيده ايجابيه يحصل فيها زياده الاسعار، فيأخر البيع، مع انه ممكن يبيع له شريط دلوقتي وياخد عمولته دلوقتي. بس هو اخر نفسه. اخر نفسه ليه؟ عشان مصلحه عميله. هل هو خسر؟ لا، هو كسب العميل ده، وكسب من العميل ده يرشحه لاي حد. النهارده لو عميل متضايق منك صدقني هيبقى عايز ينتقم منك. هينتقم ازاي؟ نشر اي شيء سلبي عنك في كل مكان، واحنا شفنا ده في كل المجالات. على العكس، لما يحصل ان العميل مبسوط جدا منك وحس بالامان معاك وانت خدمته خدمه عادله فير ما اكلتهوش، الراجل ده هيتكلم عنك بالخير، هتحافظ على وجودك في السوق. خليني اقول لك، انا اعرف بروكرز شغالين النهارده جوه شركات وعايشين عيشه جميله جدا. الناس دي كل يوم بيجي لها عملاء مرشحه ليها من عملاء سابقين خدمهم. احيانا بيبقى ناسي مين العميل اللي انا خدمته ده من كتر ما الموضوع كان قديم. بس النهارده لو عدى عليك بروكر واحد في حياتك كان كويس عمرك ما هتنساه، زي الدكتور زي المحامي. فخليني اقول لك على حاجه. النهارده انت ممكن تروح تشتري منتج غالي بس انت واثق ان المحل اللي بيبيعه محل نضيف، محل حاجته كويسه جدا، محل حاجته صحيه جدا، عشان انت عايز الافضل ليك. كذلك نفس الموضوع التعامل مع البروكر. انت عمرك ما هتتعامل مع البروكر مهما تسمع ان هو شاطر لو انت سمعت عنه مره واحده بس ان هو اذى عميل، ضيع عميل، جعل عميل لحساب مصلحته لحساب عمولته. فانصح الشركات العملاء اولا ان هم يتجهوا لشركات عندها اسم عايز تحافظ عليه. ده رقم واحد. رقم اتنين، انصح البروكر ان هو طبعا يتقي الله في عملائه. يعرف ان في حاجه اسمها مكسب سريع غير دائم، وفي مكسب سريع ولكن نقدر نقول ان هو دائم. المكسب السريع ده هيجي بالصبر شويه في الاول، ولكن شوف نتائجه السريعه جدا اللي هتحصل لما يبقى حواليك عملاء بتتكلم عنك بالحسنى، عملاء بيعملوا عنك حاجه اسمها وورد اوف ماوس اللي كنا بنتكلم عنها من شويه. حول عملائك لان هم يبقوا حملات اعلانيه بتمشي على رجلين ليك عن طريق حسن خلقك وان انت بتتقي ربنا فيهم وانت بترشح لهم الافضل ليهم فعلا. الناس اي عميل لو كسب من وراك مره اعرف ان انت جندته لصالحك. احنا هو ده اللي بنعمله، كلنا عملاء عند احدهم. واحنا عملاء في روايه احدهم بنحكي عنهم بالخير او بنحكي عنهم بالسلب على حسب تجربتنا معاهم كانت عامله ازاي. في موقف يا عمرو بيحصل دلوقتي انا كمستشار عقاري، بعد ما مشيت وبعد ما كنت امين مع العميل وحاولت ان انا ارشح له انسب حاجه ليه، ونزلت معاه معاينه مره واثنين وثلاثه، الاقي ان العميل ده في الاخر بيروح يسال مستشار عقاري تاني، او بيروح للديفلوبر نفسه بيروح يخلص معاه الطلبات.
ساعتها انا مجهودي ده راح على الارض. ايه اللي يخليني اكمل في حاجه زي كده، والمفروض اتعامل مع العميل اللي بيعمل الموضوع ده ازاي؟ خليني اقول لك بوبير، النهارده في كل بيزنس في حاجه اسمها الهالك او الهادف. يعني النهارده لو انت مطعم، عندك اكل احيانا بيفسد، عندك احيانا بضاعه بتفسد، عندك اطباق بتتكسر. قيس نفس الكلام ده على كل المهن وكل الاشغال. طيب، هل كل العملاء اللي حضرتك هتخدمهم وتقدم لهم استشاره عقاريه فعلا مفيده وممكن يكونوا استفادوا منها في اشتروا العقار اللي انت اشرت عليه، هل كلهم هيشتروا معاك؟ يعني من تجربتنا مش بنسبة 100%. لا، هيحصل احيانا ميس اندرستاند عند بعض العملاء، يعمل بعض الاخطاء اللي تخلي حضرتك ما تكسبش من ورا خدمتك معاهم. هل ده بنسبة 100%؟ لا. انت في الاخر يا فندم بتحسبها، انا كسبت كام في السنه بتاعتي، انا كسبت كام في الكوارتر بتاعي. هتلاقي نفسك اديت خدمه، واحيانا خدمه تكون مجهود مهدر على الارض، بس في اجمالي مجهودك اللي انت اشتغلته كسبت كام. هتقول لي طيب هل الموضوع ليه نسبه؟ هقول لك الموضوع مش نسبه قوي، الموضوع على حسب مين بيعمل ايه. يعني النهارده البروكر ده لو هو بروكر مذاكر قوي وفهم قوي عميله وقادر فعلا يتواصل مع عميله صح، غالبا نسبه هلاك العملاء معاه، الهلاك ده مقصود بيه فقدانه للعملاء، مش هتبقى كبيره. طيب لو حد مش مذاكر يعرف بس حاجتين ثلاثه بيتكلم عنهم، غالبا العميل هيسيبه. ليه؟ العميل عايز يسمع اكتر، عايز يعرف اكتر، مش عايز يشتري حاجه واحده سمع عنها. انا النهارده جاي اشتري معاك عقار، حط معاك فلوس كتير، ارخص عقار النهارده غالي. طيب دي معناها ان انا محتاج تفاصيل، لان انا مش كل يوم هشتري عقار، ولو كل يوم هشتري عقار فدي حاجه تستحق جدا جدا ان انا اذاكرها. فانا عشان اذاكر لازم اقف مع استاذ، فلو البروكر مش استاذ هيتساب، والعميل لازم هيشوف لحد دكتور في مهنته. النهارده انت لما بتروح لطبيب عشان تكشف على حاجه انت مش مطمن لها، بتروح لاحسن حد. انت عايز افضل خدمه طبيه، انت عايز تسمع حقيقه علاج الموضوع ده ايه، مش عايز تفضل تلف على الدكاتره، فمش هتسترخص في حاجه زي كده. وانت حضرتك بتشتري شقه دور على افضل بروكر. لو انت حضرتك بروكر او وسيط عقاري، يا ريت تذاكر كويس جدا، يا ريت تجتهد في ان يبقى عندك خدمه وقيمه علميه تديها للعميل بتاعك عشان ما يسيبكش. عمر بيبقى فيه كده حاله منتشره جدا في سوق العقارات، وهي سواء كان بروكر سواء كان مستشار عقاري، دايما بييجوا يشتغلوا معايا في اوقات معينه، بتلاقيهم بيعملوا او بيقدموا للعملاء اللي معاهم علشان يقدروا يقفلوا التعاقد كاش باك، اللي هو بيرجع له جزء من العموله اللي هو كان هياخدها. هل انت شايف ان ده صح، والمفروض ان يبقى في بروكر او مستشار عقاري بيلجأ لحاجه زي كده؟ بص خليني اقول لك على حاجه يا كبير. النهارده في الاسواق في ناس بتنافس على السعر وفي ناس بتنافس على الجوده. افهم بين الاثنين. النهارده لو انت ما عندكش جوده فانت مضطر تنافس على السعر. يعني الموضوع ده منتشر في حاجات كتير تخص سوق التسويق العقاري، مش بس العملاء، احيانا في التعيينات نفسها. النهارده في شركه ممكن تكون ما عندهاش قيم تقدمها للعاملين فيها، فتبدا تقدم لهم قيمه. طب بص انا هعمل حاجه غريبه، انا هخسر هخسر واعينك. احيانا استراتيجيه بتكون صح في البدايه. يعني خليني اقول لك بعض المطاعم في الاول بيعمل عروض كويسه عشان يجيب العميل، بس هو ما حطش مستقبل عميل معاه. في شركات للأسف تبدأ تعين بروكرز، توعدهم وعود جميلة ماليا وما تنفذهاش بعد التعيين، تستنى شهرين ثلاثة وكده تبدأ تغير كلامها. جابت رجلهم، خسروا. النهاردة لا أنصح أي حد عايز يتعين أو أي عميل عايز يشتري إن هو يدور على السعر جوه الخدمة جوه خدمة الاستشارات العقارية. لو هنتكلم الأول على العميل فهنقول رقم واحد، يا عميل ما تدورش على حد ناوي يقول لك أنا هتنازل بس اشتري معايا، لان ما بتعرفش في الاخر انت هتشتري حاجه انت محتاجها فعلا ولا لا. ده راجل كل اللي عمله هو انه تنازل عن حقه عشان يغريك. لا، اسمع لشخص بيقدم استشاره عقاريه حقيقيه تفصيليه، بيقول لك انا هخليك تشتري مع حد كويس سمعته كويسه، المشروع ده هتكسب فيه ليه. لكن لو لقيت في النص اي حاجه فيها كاش باك، خاف شويه، ما تعتقدش ان دي حاجه صحيه ليك. ده حد بيتنازل عن حقه عشان انت تشتري. يعني بيجي على نفسه عشان انت تشتري، ممكن يجي عليك برضه عشان انت تشتري، بس انت مش هتبقى شايف ده. طيب خليني اقول لك برضه في الاخر ان سبب الازمه دي مش العملاء، سبب الازمه دي اللي قرر ان هو يضحي بده. هو ضحى بفلوس عشان مش عايز يذاكر. النهارده هو لو قادر يقفل على عميله كويس،
عن طريق ان هو راجل معاه علم كافي بالسوق اللي بيبيع فيه، بالمنتج اللي بيبيعه، ما كانش هيوصل لده. التنازلات النهارده مش صحيه في اي بيزنس، يعني النهارده اي بيزنس دي حسابات. التنازل فيها معناه ان انت ممكن تكون اذيت زميلك التاني، زميلك اشتغل وقدم خدمه كويسه وانت شفت العميل ده، هو كان هيخلص مع زميلك بس للاسف عمل كلوز للديل معاك عشان حضرتك تنازلت عن فلوسك او عن جزء من مستحقاتك عشان تاخد العميل ده. العميل بص على مصلحته ووفر فلوس، مش هتكون كتير قوي بس وفرها، وحضرتك ذبحت زميلك وخسرته واذيته عشان تاخد مجهوده. في ناس للاسف بتعمل كده. بس خلينا اقول دايما في كل مجال في الصح وفي الغلط. طيب هل الظاهره دي تؤذي السوق؟ طبعا تؤذي السوق، بس هقول لك على حاجه انا اتعلمتها من اساتذتي اللي علموني الاداره، ان النهارده العمل المنظم هو العمل الوحيد اللي هيفضل يستمر ويكبر وينمو، واي خطأ بيحصل حواليه العمل ده يقدر يخترقه. فالنهارده في تحديات بتواجه اي عمل، زي مثلا كاش باك، لا مفيش مشاكل، هيقدر ينتصر في الاخر، لان العميل هيدور على القيم في الاخر. يعني لو قدامه اتنين، واحد هيعمل له كاش باك، واحد هيقدم له خدمة قوية جدا وهيديله استشارة فيها تفاصيل واضحة جدا جدا جدا، غالبا العميل ده يختار ان هو القيم اللي مش مالية. طيب ده فيما يخص ظاهرة الكاش باك. فيما يخص ظاهرة بقى الكاش باك بس ما بين الشركات وبعضها في التعيينات، النهاردة أي شركة مش هتقدر تحافظ على العاملين فيها غير لو بتقدم برضه قيم. الموضوع هو واحد، النهارده أنا قاعد في الشركة وعامل معاملة كويسة، بتعلم كويس، بتطور كويس، بكبر جوه شركتي، باخد حقي بشكل فير، انا غالبا عمري ما هسيب الشركه دي طول ما انا قاعد بكبر فيها، لان محدش عايز اكتر من كده، محدش عايز اكتر من هو يفضل يتطور يوم بيوم وشهر بشهر. لكن النهارده انا لو مش بتطور، لو اعمل بعداله، لو اعمل بشكل انساني كويس، انا هسيب الشركه دي حتى لو الشركه دي بتعرض عليا اضعاف مرتبي. ده اللي شفناه يعني في السوق بتاعنا. انت دلوقتي يعتبر بدات طريقك از ايجنت في مجال العقارات، ودلوقتي بقيت ما شاء الله بقيت فرانشايز اونر لريماكس. تقدر تقول لنا كده بملخص بسيط، لما انت بدات الطريق ده كانت عينك على الهدف ان انت تكون فرانشايز اونر، ولا كان هدفك ايه ساعتها؟ خليني اقول لك كانت عيني على حاجه تانية، هي اشمل شويه. انا دايما هدفي هو النمو. طبعا الاهداف انت مش بتبدا بيها وهي نفس الاهداف اللي انت بتختم بيها، انت اهدافك بتتطور مع طول رحلتك. يعني اول ما اشتغلت زي اي حد، انا عايز اتعلم، عايز افهم، عايز اقدر استقر نفسيا وماليا. بعدها بتوصل لمرحله الاستقرار، بعد ما تبدا تكون تمام ماليا تبدا تاخد الخطوه اللي بعدها. الانسان عنده رغبات، الرغبات دي بتبدا تتغير مع تحقيق الاهداف صغيره. يعني ما كانش هدف عندي ابدا ان انا اكون فرانشايز اونر، انا كان هدفي دايما ان اتطور. التطور ده هو اللي جاب الفرانشايز اونر. النهارده احنا الحمد لله فرانشايز اونر مع شريكي استاذ احمد رجب. احنا الاثنين الاونر للمكان. احنا اسم المكان طبعا ماكس بروفيشنال، ده اعلان غير مدفوع نهائيا. النمو هو اللي وصلنا للمرحله دي، النمو هو اللي حط الهدف ده. كل الاهداف هي اهداف مؤقته لغايه ما تنتهي، بعد كده بنحط اهداف اكبر. فامتلاك مكان مش شرط يكون هدف، ولكن نموك وانت تكبر في المكان، في المجال بتاعتك وفي الصناعه بتاعتك، هو ده الهدف. عن طريقه بقى ممكن تبقى صاحب شركه عشان تقدر انت تحقق النمو ده، تقدر تحقق الاستحواذ على السوق بالشكل ده. في سؤال في دماغي جه وحابب ان انت تجاوب عليه، لو حابب طبعا، وعندك طبعا الافيلابيلتي اللي انت ما تجاوبش عليه. انت كنت شاطر جدا از ايجنت، وقدرت تستثمر في نفسك، وان انت زي ما قلت اللي انت بتجرو كنت باصص على النمو. ليه اخترت اللي انت لما تيجي تبيلد البيزنس او الاون بيزنس الخاص بيك اللي انت تاخده از فرانشايز، ما تعملوش انت ككيان مستقل وتبدا انت الاون براند؟ خليني اقول لك وبين النهارده فرانشايز يونكس ليه قيم مضافه ولا ملوش قيم مضافه، ده اللي بيحدد انا النهارده محتاجه ولا لا. يعني النهارده اي حد بياخد فرانشايز بيبقى قادر ان هو يعمل بيزنس خاص بيه بعيد عن الفرانشايز ده. الفرانشايز في الاخر هو ليه تكلفه ماديه وبيزود ريسك البيزنس بتاعك، بس قصاد الريسك هل هو هيزود مكتسبات؟ هل هو هيزود عملاء؟ هل هيساعدك في التعيينات؟ اه هو بيعمل كده فعلا. طيب
هل بيعمل كده قصاد المدفوعات اللي احنا بنقدمها كشركه الفرانشايز؟ اه بيعمل كده. اذا ده هيضيف اي حاجه هتضيف للبيزنس. بنصح البيزنس اونر ان هو ما يبخلش فيها. البيزنس ده عامل زي البيبي الصغير، انت بتوديه دكتور بتاكله كويس جدا، بتهتم بيه، لما بيكبر بتوديه افضل نادي تقدر عليه، بتعلمه احسن علام. هو البيزنس عايز كده. البيزنس عايز تحط له اي اضافه محتاجها، صغيره كبيره، طالما هتزود البيزنس وانت قادر عليها اعملها. لو انت مش قادر عليها بس تقدر تدخل معاك شريك ممول يساعدك في الموضوع ده عشان تزود البيزنس اضافات وقيم، حطها. النهارده احنا كنا بنتكلم عن وجود قيم في الشركه عشان تحافظ على العاملين فيها وعشان تزود العاملين فيها. النهارده مين الشركه اللي بتعين افضل الوكلاء في السوق وافضل الموظفين في السوق؟ هي اكتر شركه فيها قيم كويسه. طيب، فنفس الكلام، النهارده الفرانشايز هو مغناطيس، بيزود العاملين الجيدين في الشركه، بيزود العملاء للشركه، لان الفرانشايز معروف بحسن السمعه. حلو جدا. عمر، هنهي معاك السؤال في فقرة الجزء الأول، وهسألك كده سؤال بسيط، وهو دلوقتي أنا كروبير أنا هبدأ لسه في مجال العقارات. أنا دلوقتي قدامي ثلاث طرق: الجزء بتاع البروجكت، والجزء بتاع الريسيل، والجزء بتاع الرنت. والثلاثة دول نقدر نقسمهم لجزئين: سكني وتجاري. فأنا على أساس إيه كروبير كشخص ما عندوش اكسبيرينس يحدد الطريق من الثلاث طرق دول؟ تقدر تشاركنا بإيه وتقولي حاجة زي كده؟ خليني اقول لك يعني شويه ده بيكون في البدايه اختيار الشركه. الشركه النهارده عارفه في كل قسم ايه المواصفات المطلوبه للمعينين فيه. النهارده احنا بنقعد قدام شخص بنشوف فيه مواصفات تناسب القسم الفلاني للسوق ده، بنبدا ان احنا نوجهه ليه لان شايفين مواصفاته الشخصيه تناسب جدا عملاء القسم ده وطلبات عملاء القسم ده. فوجهة نظري اسمع للشركة في الأول، لأن هي هتوجهك للأفضل ليك. طبعا هو ده ريسك، بس في الآخر علم وخبرة الشركة غالبا بيكون أكبر من علم وخبرة الموظفين الجدد فيها. دي أول نقطة. تاني نقطة، النهاردة احنا بنتكلم عن أقسام مختلفة لصناعة أنت ممكن بتدخل فيها لأول مرة. طيب، غالبا اللي بيشتغل جديد في صناعة ما بيبقى عايز يلف ويتفرج ويفهم ويعرف ويقعد كده في كل قسم شوية لغاية ما يفهم يعني من أين تؤكل الكتف. ممكن يقضي في الموضوع ده شهرين ثلاثة السنة، كل واحد على حسب وضعه. في الآخر يكتشف نفسه ويكتشف مواهبه الحقيقية هي كانت فين. فالموضوع ليه شكلين: الشكل الأول اسمع لتوجيه الشركة، وفي النص انت بتراقب وبتتفرج من بعيد على الملعب، تشوف الملعب ده ماشي ازاي، وبتلاقي مركزك يبان من كتر تحليلك للاوضاع وملاحظتك ليها. خلال سنه بنلاقي احيانا وكلاء غيروا الاقسام بتاعتهم وراحوا اقسام تانية وممكن يحققوا نجاح اكبر، ولكن ده نابع بعد ما احنا جربنا الوكلاء دول في ارض الواقع، شفنا ادائهم عامل ازاي، شفنا تصرفاتهم عامله ازاي، بدا بقى يحصل تغيير ما بين اللي احنا شفناه في الانترفيو وبين ادائه على ارض الواقع. هو بيلاحظ وبيبقى عارف نفسه غالبا، واحنا بنشوف وبنلاحظ وبنحلل وبنرفع ارقام، وبناء عليه بنبدا نحدد ونعيد التوجيه لقسم تاني، او هو لوحده ممكن يختار التجربه. واحنا لو لقينا ان الموضوع هينجح معاه ساعتها بنشجعه جدا في ده. احيانا بننزل لرغبات الوكلاء ونسيبهم يشتغلوا في اقسام ممكن نكون احنا غير راضيين شويه عن اختيارهم ليها، بس لو هو لقى نفسه فيه فبنبدا نحط رهان على اختياراته. هل البيزنس ديفلوبمنت او تطوير الاعمال ليه دور في شركه ريماكس بروفيشنال، ولا بمجرد ان احنا فرانشايز فاحنا بيكون عندنا ستاندرد معينه وستبس معينه بنمشي عليها ومش بنبقى محتاجين ان احنا نحط التاتش الخاص بينا او ان احنا نعمل بيزنس ديفلوبمنت بروسيس؟ اي صناعه محتاجه ان هي تتعاون مع مطور اعمال. آه، مفيش حاجه اسمها ستاندرد يعني في الشغل دايما فيه ابديتس، فيه تغييرات، فيه تحديات. محتاج يكون معاك مطور اعمال اقل حاجه عشان يطور الشغل بتاعك. النهارده هل السوق ثابت؟ لا. هل طريقه الاعلان ثابته؟ لا. هل الاداره علمها يتغير؟ طبعا علمها بيتغير كل يوم. الموارد البشريه بتتغير كل يوم. علوم الاداره بتزيد كل يوم. طريقة الإعلان نفسها بتتغير كل يوم. طب دي محتاجة يكون جنبك مطور أعمال يساعدك. إحنا هنا بنتعاون مع شركة دايناميك سيستمي بيساعدنا في الجزء الخاص بتطوير الأعمال. الحمد لله ليه إضافة ولمسة كبيرة جوه الشركة.
وننصح اي شركه عايزه تشتغل بشكل بروفيشنال ان هي يكون معاها مطور اعمال يساعدها على تطوير اداء اقسام الشركه كلها. حلو جدا. عمرو تعالى نخش على الفقره الثانيه من الحلقه وهي اسم افعال. هقول لك اسم شخص معين وعايزك توصفه لي في كلمه واحده بس. يلا بينا. ايلون ماسك. مجنون. جيف بيزوس. صاحب ثروه كبيره في عالم التسويق. ابو هشيمه. ملك الحديد. نجيب سويرس. الجريء. سميح. سميح. أم، صاحب الجونه. ناصف. اغنى حد في العائله. خالد بشاره. ملهم رواد الاعمال. تعالى نخش على الفقره الثالثه والاخيره وهي فقره النصائح. تنصح ايه الطلاب اللي بيبقوا حاسين دايما اللي هم انا ضايع، انا تايه، انا دخلت تجاره، دخلت اداب، دخلت تربيه، بس انا مش عايز اللي انا بدرسه ولا شايف نفسي ان انا هكون شاطر في اللي انا بعمله ده. فهل المفروض اللي هو يشتغل بالتخرج بالمجال اللي هو اتخرج منه، ولا المفروض يعمل ايه علشان يلاقي شغفه في حاجه زي كده ويعرف ايه الوظيفه المناسبه ليه؟ مش شرط خالص ان انت تشتغل في المجال ده اصلا. يعني طبعا احنا كمصريين من حقنا نقول الموضوع ده، يعني تنطبق علينا القاعده دي بقوه. بس خليني اقول لك على حاجه. في كل عالم في دكاتره، مهندسين، محامين اشتغلوا في مجالات تانية غير مجالات دراستهم. الكليه مش بتقول لك المفروض تشتغل ايه، الكليه بتزود علمك شويه، بتخليك قادر اكتر على تحديد الاهداف واختيار المستقبل. ياما ناس دخلوا كليات وهو في منتصف الرحله التعليميه بدا يغير اهدافه اللي دخل بسبب الكليه دي. مش شرط تعمل يعني خطتك جوه قوالب قديمه ثابته، ولا يعيب القوالب ان هي قديمه، بس مفيش شكل واضح بيقول لك تحدد بيه الهدف بتاعك. حط هدفك، والهدف ده اعمل حسابك انه ممكن يتغير 10 مرات في حياتك. ادخل كليه اتعلم فيها، اشتغل لو تقدر في فتره الدراسه او في فتره الاجازه عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي، تشوف الحياه، تتعرف على الصناعات والمجالات اللي موجوده في السوق، تبدا تجارب هنا وهناك، تبدا تلاقي نفسك، تبدا تلاقي حاجه انت بتحب تعملها. طبعا انا مش من هواة الكلام عن دور على شغفك، بس انا من هواة ان انت جرب كتير عشان انت هتلاقي حاجه بتعرف تعملها كويس قوي، تكتشف فيها موهبتك الحقيقيه. ساعتها اللي هيحركك هو، بلاش اقول شغفك، هدفك. هو ده اللي هيحركك. هل هدفك ده لازم تكون حاجه انت عايش بيها طول العمر؟ لا، انت هيبقى عندك هدف متغير دايما. وبعد ما هتعمل هدف قوي وتحط له خطه توصلك ليه، انت هتغير الهدف وهتغير الخطه عشرات المرات. ليه؟ لان انت في منتصف الطريق هتتعلم، وعلمك ده هيخليك تكتشف طرق مختصرة للوصول لهدفك، وهتكتشف أهداف أفضل من الهدف اللي أنت كنت حاطه في البداية. لأن طول ما إحنا ماشيين وبنتحرك وبنخبط بنتعلم ونكتشف، واكتشافاتنا بتخلينا نطمع في اختيارات أفضل لينا. جميل جدا. في فئه من الناس يا عمرو انا كنت عاشرتهم بنفسي وهم كانوا طلبه لسه بيدرسوا في الكليه وكانوا بيشتغلوا في مجال التسويق العقاري، فقدروا اللي هم ما شاء الله بعد فضل ربنا وسعيهم واجتهادهم اللي هم يمسكوا فلوس كويسه جدا. ولكن في جزء كبير او نسبه كبيره منهم قرروا اللي هم يسيبوا الكليه او يعملوا دراستهم ما يكملوش تعليم علشان بقوا بيمسكوا الفلوس وحققوا الهدف من التعليم. تحب تقول لهم ايه؟ أحب أقول لهم إن التعليم رحلة لن تنتهي، سواء أنت خرجت من الكلية أو ما خرجتش، فأنت مهما حصل هتفضل تتعلم طول حياتك. العلم مش معناه ان انا ذاكرت ودخلت امتحان، العلم معناه ان انت بتعرف تعمل حاجه، والحاجه دي لما اتغيرت بقيت تعرف تعملها برضه بعد التغيير بتاعها. خليني اقول لك، في مجالنا لما احنا اشتغلنا كان في حاجه اسمها التسويق عبر يعني اليوفط، كان هو اداه التسويق الوحيده في بدايه شغل المجال ده جوه اسكندريه. بعد كده اتحول لجرايد، بعد كده بقى في جرايد متخصصه زي الوسيط واسواق والاسكندريه عارفين الموضوع ده. بعد كده بقى في الفيسبوك. الله اعلم بعد الفيسبوك هيحصل ايه، بس اكيد في تغيير. التغيير هو سنه الكون. طب انت تعمل ايه عشان تعرف تواكب التغيير؟ هو العلم، هو انت تكون بتذاكر، هو انت تكون بتطور من نفسك. لازم تكون قادر تشوف، عمرك ما هتشوف بالجهل. يعني العلم بيقولوا عليك نور، يخليك تعرف تشوف كل حاجه بشكل واضح. فعلمك مش بينتهي بالكليه، فما بالك بقى لو انت ما اتعلمتش كمان في الكليه؟ انت كده متاخر جدا عن المنافسين حواليك، انت كده ناقص حاجات كتير، محتاج تزود نفسك.
قيمتك بتزيد في اي صناعه في اي مجال بالعلم. يعني النهارده العلماء دايما يذكروا بالخير في الاديان، في الاوساط العلميه والغير علميه. اي شخص بياخد الدكتوراه ليه قيمته وسط الناس. ده مش مجرد واجهه اجتماعيه، عشان الناس الطبيعيه المنطقيه عارفه قيمه العلم، عارفه قيمه ان هم يبقوا عارفين. فاوعى تقلل قيمه ان انت تبقى بتذاكر، ان انت تبقى بتتطور، ان انت تبقى بتتعلم. النهارده من غير يعني فضول الاكتشاف انت هتفضل متاخر جدا جدا، وتعرف حاجتين ثلاثه وهتفضل في مكانك بيهم. في غيرك كان يعرف زيك حاجتين ثلاثه، النهارده يعرف 100 حاجه. تعتقد مين هيبقى افضل في صناعته، انت ولا هو؟ هو ده اللي بيحدد يعني قيمه العلم. في فئه برضو من الناس وهم الناس اللي عايزين يبداوا مجال العقارات. انا دلوقتي يا عمرو بكون شخص تايه، هل المفروض ان انا اخش واقعد اعوم او اقعد اضبش عشان لغايه ما اوصل لحاجه او اتعلم حاجه في مجال العقارات، ولا المفروض بيبقى في كورسز معينه او في مجال معين او دبلومه معينه اكون بتعلمها قبل ما اقول انا عايز اروح ابدا اشتغل از بروكر او مستشار عقاري؟ خليني اقول لك، انا بحب التحضير قبل الشغل. فممكن نقول انت لو عايز تشتغل في التسويق العقاري، اول حاجه تبدا تاخد كورسات تسويق عامه. بعد كده تبدا تدور على حاجه يعني بعتبرها اهم شيء في الدنيا جوه اي صناعه. طالما انت داخل جديد لازم تعملها. ونقدر نقول ان ده مختصر العلم لاي صناعه. هو ايه؟ هو انت تشوف المنتور بتاعك، تشوف شخص تقدر تعيش في صحبته، تقدر تتعلم منه، يكون هو المرشد والمعلم والاستاذ اللي انت بتتعلم منه. مش لازم يكون شخص واحد، ممكن يكون اتنين تلاته اربعه، طالما هم ناس تقال في اللي بيعملوه، ناس يتسمع منهم لانهم وصلوا للحته اللي انت نفسك تبقى فيها. دول لازم تكون معاهم وموجود في ظلهم اطول فتره ممكنه، او على طول لو تقدر، طالما الناس دي بتتعلم دايما. هم دول هيقولك تعمل ايه بالظبط، هيقولك تشتغل ازاي. دول هيكونوا عباره عن كورس شغال طول العمر. طول ما هم بيستزيدوا من العلم، طول ما هم هيعلموك. الناس دي هتبقى كتاب مفتوح، هتبقى كورس دايما موجود، هتبقى اشاره بتقول لك روح هنا اتعلم، هنا روح المكان الفلاني خد كورس فيه، اقرا الكتاب العلاني، اسمع المحاضر الفلاني، تعال نقول لك دي بتتعمل ازاي. هم نفسهم محاضرين ودكاتره في مجالهم حتى لو هم ما يعرفوش ده. فالعلم جوه اي مجال بيزنس بيبدا بان انت تدور على المعلم والاستاذ وتعيش في صحبته على طول. وهنا يجي برضه تعليق وملاحظه على المعلم والاستاذ. في معلم واستاذ بيكون مناسب لفتره محدده في عمرك لان هو ما يعرفش كتير، وفي معلم واستاذ يعرف كتير جدا. والمفاجاه انه دايما بيكون ابديتد. فالراجل ده انت هتقابله النهارده وفي ليفل معين من العلم هو واقف عنده، وكمان سنه هتلاقيه واقف في حته تانيه. فدايما انت وانت بتتعلم منه وتقرب من الحته بتاعته، هو بيبعد عنها وبيطلع لحته احسن. انت محتاج برضه ان انت تكتسبها منه. الشخص ده طبعا لو لقيته في درجه ورابعه، ده كانك معاك انفينيتي اوف ليفل. انت معاك علم ما بينتهيش. فانصح دايما انت يكون حواليك منتورز كتير في حياتك، استثمرهم على قد ما تقدر. في الاخر ما تخليش عددهم الزياده وهم يشتتوك، انت بتاخد قراراتك لوحدك. ولكن الطبيعي بتستشير وتسمع اهل العلم والخبره اللي خدوا التجارب اللي وصلتهم للنجاح اللي نفسك تبقى فيه. عمرو، هل مجال العقارات يستحق ان يكون فيه كليه او بيكون فيه كيان تعليمي معتمد يقدر يقدم المحتوى التعليمي ده لكل المهتمين بهذا المجال؟ بالفعل هو في كورسات تقدر ان هي تفيدك في مجال التسويق العقاري. اي شيء فيه علم، اي عمل هو بيتحول لعلم في الاخر. طبعا التسويق العقاري بيحتاج حاجه زي كده. النهارده في كورسات مطوله الناس بتحتاج تاخدها عشان يبقى مثمن عقاري معتمد. في كورسات بتاخدها عشان تبقى مسوق جيد عامة، سواء العقارات أو لأي سلعة تانية. أرجع وأقول لما بتجمع الحاجات دي كلها النهاردة تقدر تكون بيها كلية. حتى لو الكلية دي مش كلية يعني نقول دبلومة تقعد سنة اتنين تلاتة، مش هتفرق. ولكن أي حاجة فيها النهاردة شغل هي ليها علم. النجار في علم في النجارة، التاجر في علم في التجارة، الطبيب، أي حاجة هتبص لها هتلاقي وراها علم، هتلاقي وراها كورسات. لو هتاخد بالك النهاردة في أكاديميات أونلاين كتير جدا جدا، وغير أونلاين أوفلاين بتفتح، وبيكون فيها علوم كتيرة جدا مش موجودة في الكليات. ده بيقول لك النهارده ان في صناعات كتير بتفتح مجال لان يبقى في وراء اساتذه ودكاتره يعلموك نظريا تعملها ازاي.
فلا طبعا ممكن يكون في اكاديميات وكليات معاهد دبلومات تختص فقط بالتسويق العقاري. وانا اظن ان احنا هنسمع قريب وجود حاجات من دي كتير جدا، لان بدات تكون موجوده بشكل مصغر، وبدات الصناعه دي تكتر جدا وتكبر جدا في مصر، وبدات تتحول لشكل بروفيشنال. وده هيخلي النهارده في منافسه من البروكرز ان هم عايزين يبقوا احسن في مجالهم، وده طبعا هيفتح المجال للصناعه التعليميه ان هي تدخل في التسويق العقاري، وتدي فرص للناس اللي عايزه تتطور ان هي تطور نفسها نظريا وعلميا بشكل كبير. ففرصه كبيره لاي حد النهارده اكاديمي او خارج من مجال التسويق العقاري، ويقدر ان هو يكون محاضر جيد، ويقدر ان هو يفيد الناس بعلمه ان هو يمتهن المهنه دي. وصلنا لنهاية حلقتنا، وحابب يا عمرو إنك تشاركنا مبدأ أو كوت أنت ماشي بيهم في حياتك. اعمل حاجه بسيطه مكرره كل يوم ايجابيه، هتفيدك جدا في حياتك الشخصيه، هتفيدك جدا في البيزنس بتاعك. انت لو بتمارس رياضه كل يوم 10 دقايق احسن لو مش هتعملها خالص، وهتجيب لك نتيجه اثرها التراكمي عليك هيكون كبير. شكرا جدا ليك يا عمرو إنك كنت ضيفي في حلقة النهاردة، حقيقي كانت حلقة ممتعة ومشوقة جدا. تسلم لي، انا سعيد جدا ان انا شفتك وكنا بنتكلم مع بعض النهارده. أشوفكم على خير أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست بيزنس ديفلوبمنت فويس.